أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجميل سوا باسماعيل شو. حلقة النهاردة أشطر عكوك، الحلقة اللي على طول بتطلبوها والاختراعات الغريبة اللي نفسكم تجربوها. عندنا النهاردة الرز بالشعرية. احنا بصراحة كان عندنا شوية رز بايت من حوالي انت أسبوعين. كنت قلت احنا عندنا رز كتير قوي، ما كانش كتير على فكرة، والله يعني شوية يعني، بس مش كتير، يعني مش لدرجة كتير قوي. ماشي. تحسس الناس كده ان انا سفيه، امرأة سفيهة. لا انت مش سفينة، لا. فالرز ده احنا عملنا حلقة أساس إن احنا هنستخدم الرز ده بدل ما يترمي، إن احنا هنعمل بيه حلقة. وبعدين اتأخرنا وسوا تعبت مش عارف ايه، وبعدين النهارده عملنا رز جديد. احنا عملنا ستوري سألناكم ايه اغرب حاجة ممكن تتحط على الرز وتطلع حلوة. ودي مهم تكون اختراعات انتوا اللي مخترعينها، ما يكونش حاجة انتوا شفتوها في حتة. فاحنا حاولنا ننتقي من الحاجات، من الافكار بتاعتكم، الافكار اللي ما شفناهاش قبل كده او ما سمعناش عنها قبل كده. بس الله اعلم ممكن يطلع حاجة منهم حد اخترعها قبلنا، انا ما اعرفش. بس ما تنسوش يا جماعة تعملوا لنا لايك وكومنتات ايه تاني. وعايزين نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في الكومنتات اللي ظاهره قدامكم دلوقتي. عايزين نقول لهم شكرا جدا 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 على دعمكم وعلى كلامكم الحلو دايما. بصراحه احنا يعني من الناس المحظوظه اللي مش بيجي لها كومنتات سلبيه، يعني تكاد لا تذكر. في حد دخل الفيديو اللي فات، في حد دخل هو شتم. انا بصراحه ما فهمتش الشتيمه، بس هي كانت ليه هو وبسام. لا هو كان بيشتم بسام. كان بيشتم بسام. انا ما اعرفش ليه. هو جاي يشتم بسام عندنا. وبيقول ان ده توأم الراجل اللي بيشكر في دول الغرب ومنبطح. انا ما اعرفش مين اللي بطح بسام. صوب منبطح للغرب، يعني خلينا متفقين. ماشي. فالمهم شاوت اوت طبعا لبسام اللي هو عنده قناه بيسوهات. لو ما تعرفوش خشوا على الشانل بتاعته، اكتب بيسوهات في اي حته هيجي لك كل حته. راجل طبعا نتمنى طبعا بنعتذر الاستاذ بيسوهات على ان هو بيتشتم عندنا، على ان هو انبطح عندنا. فهنبدا باول حاجه. ده ايه ده رز والايس كريم. طب ده لازم فعلا يبقى اول حاجه. انا كنت فاكراها جبنه بيتا اهو، زي ما احنا شايفين مع بعض. رز بالشعريه عليه معلقه ايس كريم فانيليا عادي جدا. دي فكره مين؟ الفكره دي من ايسوس 4772 اللي قالت لنا رز بالشعريه وعليه ايس كريم فانيليا. احنا عملنا كده فعلا وربنا يستر. هذا الرز المفلفل الجميل. يلا بسرعه قبل ما يبرد. احنا عايزينه بارد قبل ما اي حاجه. بس عايز اقول لكم على حاجه. الرز ده احنا عملناه محايد، ما حطيناش عليه ملح ولا سكر. قلنا ان البنانه هنعمل يعني ذكيه جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 جو. هو غريب بس حلو. رز بلبن. مدين نفس الفايب. لا مش كمان رز بلبن، الشعريه باللبن. حلو والله. يعني جميل. نقيم في الاخر ولا احنا اشطر عكوك ده جميل جميل شغال انتنين؟ احنا ممكن نعمله جميل جميل شغال انتنين في الاخر. طب خلاص هنقيم في الاخر يا جماعه. جميل. اما اللي بعده يا جماعه خلطه غريبه جدا من اميره كادرو. انا بشبع الاسم ده. قالت لنا حاجه قبل كده بس انا مش فاكره كانت اشطر عكوك ولا انتينيل. تقصدي جميل جمال ولا انتينيل؟ جميل. ماشي. بص جبنه فيتا. يعني في ناس كتير قوي 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 ولا الجبنه فيتا دي، بس هنجربها بعد شويه. المهم دلوقتي عندنا بقى ايه؟ صلصه طماطم بالشطه والعسل على الرز. تحفه. احنا جبناها. هو يا فتيات صلصه الطماطم وعليها عسل، وعليها طبعا لو اخدت صلصه الطماطم من البتاع زي ما هي من البطرمان. انا قلت له ما اعتقدش. انت كنت بتقولي انها عايزه تسبك يعني. بس عارف انت كنت عماله تقولي لي صينيه نحطها في الصينيه. انا مش فهمت يعني ايه صينيه. والله العظيم قلت صينيه وعمال اقول لك ايه الصينيه دي، وانت تقولي لي الصينيه وانا اقول لك يعني ايه الصينيه. تقولي خلاص. يلا ناكل بقى عشان شكلها غير مشهي على الاطلاق. يعني بصراحه هنشوف. بسم الله. هي لما حاجه بتخاف منها بتخاف من دول قوي.
انت كذاب والله، بيبان عليك. مش وحشه. بس ما تطلبهاش تاني يعني. لا، يمكن فيها النسب بس مش دي مظبوطه. ممكن تعجب فريده. احنا مالنا، الفريق دي انسانه طبيعيه. بنتي اكيد. يعني اذواق جنزيه. ممكن مم. ان هم بيحبوا الحاجات طيب. اللي البني ادمين الطبيعيين بيحبوا. بس انا حاسس ان مثلا كانت محتاجه رز اكتر او صلصه اقل، لان هي انا حاسه ان هي محتاجه شطه اكتر. الشطه مش باينه صح. ما اعرفش انت خفتي تخافي ولا ايه. طيب. اعوذ بالله. هو كانوا في الاخر يا اميره قدر من اميره عبد العزيز. وهنشوف دلوقتي اذا كان اميره دي ولا اميره دي اللي هتكسب معانا. قالت لنا عسل اسود وطحينه. ولهذا السبب احضرنا لكم هذا العسل الاسود والطحينه عشان نطبخه مع بعض. ماشي. طبعا احنا ما كانش عندنا طحينه، طلبنا طحينه عشان ننقذ الموقف. ولكن نوع الطحينه اللي احنا طلبناه مش متاكدين هو حلو ولا وحش، فهنشوف دلوقتي. شكلها عم بيشهي. مش عم بيشهي خالص. دوق الاول. لا، احنا ندوق مع بعض. ليه انا اللي ادوق الاول عادي، لكن ما ينفعش انت تدوقي. احنا هتدوق معايا ولا نقفل الحلقه واقوم ونكد عليك. قريب. يلا بدل ما احنا عاملين زيك في انت الاول بالجو ده. يلا كلها ولا هاكل. انت عايزين ناكل الاول. يلا 1 2 3 جو. يلا يا ستي. والله مش هاكل الا لما تاكل. والله طب انت كده خليتينا ناكل الاول. لا، اول ما اشوفك حطيتها ببقك. حلو. مش بشع. عمال كل انت الاول. طب انا عندي سؤال. هل الرز اصلا عمل اضافه على العسل بالطحين؟ طعم عسل بالطحين. بس هو الرز خلى القوام مختلف. بس هو ما فرقش في الطعم، صح؟ انا افضل العيش البلدي كده. هي كلها نشويات والله يا استاذه. لا بس العيش ليه طعم كده حلو. ماشي. نشوف اللي بعده. بس العسل بالطحينه حلو بصراحه كمان. يا سلام على العسل بالطحينه. طيب، لو انت وصلت للحته دي في الحلقه، لو سمحت او لو سمحتي ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك. الكومنت واللايك الاثنين مع بعض مهمين جدا عشان اليوتيوب يبدا ينشر المحتوى بتاعنا، عشان احنا حاسين ان احنا مظلومين شويه يعني. فساعدونا. اكرمكم الله. بارك الله فيك. اما الان هو ليه كلهم بنات؟ علشان البنات هم اللي مبتكرين. ما يمكن كان في ولاد بس ما عندناش افكارهم. ما اعرفش. يعني المفروض يكون في دايفرسيتي ونختار من كل الناس، من كل الاجناس، من كل. احنا بصراحه بنشوف الفكره. ما بنبصش على الجسم يعني. طبعا. فلا نعتذر لكل اولادنا. ان شاء الله المره الجايه حظ اوفر. ماشي. في عندنا سمر علي بتقول جبنه فيتا، وطبعا دي جبنه فيتا دي في ناس كتير قوي قالوها يعني. لو سوها فرديه في المونتاج ممكن تحطها لكم هنا كده، بس هي ممكن تكون مش فاضيه يعني ممكن شويه. ده حقيقي. هتجيب. صعب جدا. طب ما خلاص مش لازم يتقلب وكل واحد ياخد حته جبنه مع حته رز خلاص. لما نشوف. هو اول واحد كان ايه؟ الايس كريم. فلحد دلوقتي في 3 حلو و2 حادق بقى. اخر واحد حادق. ده 3 حلو. لا لسه في واحد اصلا. ايوه بس 3 حلو اللي عدوا كانوا 3 حلو. لا لا الصلصه مش ماشي. طب يعني 1 2 الرز اللي مش بيدي حاجه. كده ناكل جبنه فيتا بس. ممكن عشان انت قلت لي ما احطش عليه ملح. ممكن. طب ما الجبنه اصلا مملحه. الرز ما عندوش شخصيه. بيجي معايا حد. بس والله حلوه الجبنه الفيتا دي. طيب هو يعني ممكن في الاخر. بس حلوه الجبنه الفيتا من الشريحه. احنا كده عملنا 4 وفاضل 2 صح؟ ماشي. برضو من مروه العوضي شويه فول مدمس. عايز اقول لكم ان الفول ده اصلا كان عندنا في الثلاجه، كنا عاملينه من امبارح. لا
اللي عليه، واتبقى شويه حطيناهم في طبق في الثلاجه وسخناهم وحطيناهم على الرز جاهز. انا امبارح كنت عامله ملوخيه ورز وفراخ. ممكن منديل؟ كان في حد متضايق قوي ان احنا بنستهلك مناديل كتير. نكمل. ملوخيه فين بيمبو؟ ايوه صح، في حد عايز يشوف بيمبو. هو بيمبونايه غني جميل. عشان كان في حد عايز يشوفه كتب لنا في الكومنتس، بس مش عارف راح فين الكومنت. هحاول الاقيه تاني. بس المهم يعني اهو، هي كانت واحده بعت لنا بتقول ان ابنها بيفضل يتفرج على الفيديو بيستنى بيمبو وبيمبو ما بيطلعش. احنا طلعنا لها بيمبو، او طلعنا له هو بقى بيمبو عشان يكون مبسوط. يا ريت بقى ايه تكونوا شايفينها. ماشي، تعالى ندوق الفول مع بيمبو كده. هيفضل وقت كده هو ليك كده سنت اسمه ايه؟ انت هتفضل قاعد كده قدام الناس كده، انت محور الاهتمام. شفت الفكرة دي ازاي؟ ماشي. 1 2 3. لا انا حاسه ان ده مدي الرز مدي حاجه. ليه احساس كده. ماشي. والله حلو. هو حلوه الرز يعني هو الرز اللي عاملين مع بعض طعم حلو. ماشي. وده السكر. وبرده فتاه اللي قالت لنا الفكره دي، لازم تجربوا رشه السكر عليه وهو سخن، خطير. دي كانت امنيه يسري. انا رحت اللي سخنت ورجعت تاني. يلا 1 2 الفكره عليك ايه؟ ما بعملش غير الحركات دي. حلو والله. تحسه الرز مسكر. انا كنت عايزه اقول حاجه حكيمه والله. دمتم سالمين. ماشي. رز معمر. صح، رز معمر مسكر. شفت قعدت تتهمني. ممكن نطلع بيمبو للسيد المشاهد برضه عشان هو تقريبا راسه مش طالع. كده يبقى بيمبو جنبي. المهم يلا نعمل تقييم. يعني انت يا ابني لو تلاحظ ان الشباك كورونا مفتوح لأول مرة في حلقات اشتراك كوك وحلقات صوص اسماعيل شو، وده عشان الجو بقى كويس شوية. يعني الجو كويس يعني دلوقتي الساعة 12:30 بالليل، درجة الحرارة يا فندم 24. فالحمد لله. كنا فين وبقينا فين. طيب احنا عندنا التقييم اهو، يا اولادي يا احبائي يا بناتي كمان، يا مع اولادي وبناتي بقى يعني كل امي. اول واحده بتاعه مش عارف دي اول واحده ولا لا يعني، بس المهم يعني صلصه الطماطم بالشطه والعسل على الرز تحفه. بقول شغال. بقول شغال. ماشي. يعني هي ما عرفتنيش يعني. بس هي ما تعتبرش، مش عارف هي كان صنفناها حلوه ولا حاجه يعني. هي كانت فيها عسل، خلي بالك ما كانش فيها ملح اصلا، والصلصه برضو مسكره. ماشي. المهم يعني العسل الاسود فينو شغال بالنسبه لي. لا ماشي. جبنه فيتا شغال بالنسبه لي. ماشي. فول مدمس انا بالنسبه لي جميل جمال. شغال. جميل ليه؟ ما هو ادى طعم للفول. ده بالنسبه لي كان بالنسبه لي ما حسيتش بحاجه، حسيت عادي فول. انت عندك كام مشكله؟ ماشي يا ستي. جميل. رشه السكر. بالنسبه لي جميل. هو في ايه؟ اقول لك ليه؟ لانها عملت اللي احنا طالبينه، ان هي حطت حاجه على الرز ادت حاجه طعمها كويس، طعمها حلو. ممكن تعملها تاني ولا لا؟ ماشي، بس هل ده اختراع؟ انت عمرك فكرت ان انت تجيب رز بالشعريه تحط عليه كان مش هو جاب نفس الرز الطعم المعمر، نفس طعم الرز المعمر؟ طب انت عارف عشان تعمل رز معمر بتعمل ايه؟ بغسل ايدي الاول. ماشي. احط ميه على النار. لا. قول بسم الله. المهم طيب ماشي هو فين؟ اصل كده اهوت يعني انت هتحطي 3 جميل جمال و3 انتينيل. اصل الفانيليا ايس كريم فانيليا جميل جمال. انا بالنسبه لي جميل وانا بالنسبه لي جميل جمال. فانت دلوقتي عندك 3 جميل جمال لاول مره في تاريخ البرنامج. طب وايه يعني؟ ناس تعبت على افكارها، ايه المشكله لما 3 يكسبوا؟ 3 هيكسبوا في نفس الوقت. ما اي مشكله؟ عادي. هو انت بتقسمهم من جيبك؟
عايزين فايز. ماشي مين الكسبانين معانا النهارده؟ وبكده الفايزين معانا في حلقه النهارده هم العسل الاسود والطحينه. كانوا كسبان معانا. انت مش كسبانه معايا. الجبنه فيتا ما كسبتش. لا فول مدمس كسب معانا. مروة في فايروركس بقى وفي حاجات بتقع علينا دلوقتي. مونتاج صعب جدا. مروة العوضي. وأمنية يسري اللي قالت لنا على رشة السكر. وإيسو 4772 اللي قالت لنا رز وشعرية وعليه آيس كريم فانيليا. شطار اشترى على الكوكيت اشرت على الكوكيت. كلهم على الكوكيت المرة دي. لا سفتر. عارفة ده معناه ايه؟ الرجالة ما بتعوقش. الرجالة ما بتتذوقش. الرجالة مش كرييتيف. هم اصلا اي حاجة هتحطها لهم ياكلوا. اوكي ماشي كده يا جماعة. نكون خلصنا حلقة النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. بجد بجد لازم كومنتات يا جماعة عشان اليوتيوب بيحس ان الفيديو ده انتشر لما بتعملوا كومنتات ولايكات. شكرا لكم يا جماعة واستنونا في الحلقة الجاية من سوا سبريج.